الإلهام بيجي لما بنكون مستعدين. الشعور أو فكرة بيتولدوا من جوانا، ولما بيتولدوا بناء عليه احنا بنحس بدافع قوي قوي ان احنا نحقق فكرة معينة نتيجة الشعور أو الإحساس ده. توماس أديسون قال إنه الإلهام بيجي لما بنكون مستعدين. مقولة تانية بتقول إن الإلهام هو بداية كل إبداع. الفكرة ان انا لما بسمع كلمة الهام بيجي في بالي او بحس معاني كتير قوي. يعني معرفش ليه بيجي احساس الحرية، الابداع، مم. الخروج عن المألوف والعادي. صحيح. بحس ان كلمة الهام ليها واقع مختلف في كل مرة بسمعها. واكتشفت كمان ان الالهام ليه مراحل. هو ما بيجيش يعني هو بيجي فجأة فعلا اللحظة اللي بيحدث فيها، لكن هو ليه مراحل بيحصل. تبعيات بقى. بدايات اوكي. قوي، وبعدين هو لما بيجي كمان بيعقبه تنفيذ. اوكي. البداية بتيجي في ان انت بتستعد، يبقى في مم. استعداد، مم. وبعدين في تحضير، دي مرحلة لوحدها. وبعد كده بيقول لك في فترة استراحة، انت كأنك بتجمع كل الإلهام او الفكرة نفسها في صورة إلهام. وبعد كده الإلهام نفسه اللي هي الفكرة المعينة اللي انت هتطلع لك او هتبقى تبدع فيها. مم. واخر حاجة بقى التنفيذ، لان انت ممكن توصل للفكرة وما تنفذش، يعني ما يبقاش فيه تنفيذ معاها مم. فما تبقاش فعال.